بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي قدامكم ده متاخد من على قناة مضلة من على اليوتيوب. أنا النهاردة عايز أقول لكم إن مش كل حاجة تشوفوها على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو على أي منصة تطبقوها على طيوركم لازم تاخدوا المعلومات من حد يكون موثوق منه أو سبق التعامل معاه. اللي إحنا شايفينه ده شخص بيعصر ليمونة كاملة على حوالي 3 أو 4 معالق على الأقصى من الحلبة المستنبتة. طبعًا الشخص ده ما يعرفش إيه هي أضرار الإفراط في استخدام الليمون المركز. عايز أقول لكم النهارده إن بيعمل أضرار للمعدة عند العصافير وللمنقار وللفم وللكلية وللريش. مبدئيًا إعطاء الليمون بالشكل ده على معدة فاضية بيسبب ارتجاع الأحماض إلى المريء. نمرة 2 حمض السيتريك أسيد بيزيد إنتاج أحماض المعدة لو اتاخد عصير الليمون بشكل مركز وبشكل مفرط فيه. بينشط إنزيم البيبسين اللي هو أصلًا غير نشط في الحلق وفي المريء، وده بيسبب ارتجاع العصارات الهضمية من المعدة. بيقلل فعالية العضلة العاصرة السفلية اللي هي آخر عضلة في المريء، وده بيسبب ارتجاع حمض المعدة برضه في اتجاه المريء، وبيسبب الشعور بالحرقان عند الإنسان وعند الطيور برضه. بالنسبة للمنقار لو تراكم عليه عصير الليمون بالشكل المركز ده فده بيسبب تآكل المنطقة الأولى من المنقار وتشققه. بالنسبة للفم بيعمل تقرحات نتيجة تهيج بطانة الفم الداخلية واللسان بالنسبة للطيور. أما بالنسبة للريش فلو جه عليه عصير الليمون المركز ده فبيسبب ضرر وتلف للريش خصوصا لو اتعرض للشمس. وأخيرا حابب أنبه عليكم تاني، مش أي حد تشوفوه على اليوتيوب أو على الفيسبوك تاخدوا منه المعلومة موثقة وتتعاملوا بيها مع الطيور، لأن ناس كتير قوي عملت كده وخسرت. ما تاخدوش معلومة إلا من حد موثوق منه أو حد تكونوا عارفينه بشكل شخصي. وربنا يحفظكم ويحفظ طيوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.